مهندس جالينوس عيسى، رئيس قسم الحاسوب في كلية العلوم في جامعة روجافا. في عنا سنوات 4 حاليا، صار عنا السنة الرابعة كمان، يعني على سنة التخرج. السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة مقسمين لفصلين. ونحن عندنا نظام تدريس فصول دراسية. في عنا المواد، أول شيء بالسنة الأولى تبلش من مواد تأسيس الرياضيات والفيزياء والكهرباء والمنطقية، من أجل يكون جاهز من أجل المواد الثانية اللي هي لها علاقة أو متعلقة بشكل من الأشكال بالمواد الاختصاصية اللي راح يشوفها بالسنوات الثانية والثالثة والرابعة. عندنا بالنسبة للسنة الرابعة في عندنا اختصاصين، اختصاص البرمجيات واختصاص الشبكات كمان. احتمال السنة الجاي نعمل اختصاص ذكاء كمان، بما أنه في عندنا التقنيات الجايين نحن على العلم هو AI، شغال Artificial Intelligence. بالإضافة لأنه في بعد التخرج أو السنة الرابعة في عنا دورات تدريبية بشكل عملي. لاحظناها بآخر سنتين، أنه في شركات عم تحاول تتعاقد مع الطلاب المتخرجين خاصة المتميزين، بيصير عندهم تقريبا شيء 6 أشهر تدريب، من خلالها بيصير تقييم الطلاب، بحيث إذا كانت معلوماتهم وشغلهم ووظائفهم بشكل ممتاز بيتم تقييم، وبيصير اختيار لمجموعة الطلاب المتفوقين اللي عم يقدروا يشتغل، وبالتالي يصير معهم عقود عمل من أجل النهوض أو تنمية المنطقة هون برمجية. يعني ما نكون محتاجين لأي برامج أو مصممين شبكات أو برامج ذكاء اصطناعي يكون بحاجة للإدارة الذاتية، مؤسسات الإدارة الذاتية. مثل ما نعرف مؤسسات الإدارة الذاتية مثل أي مؤسسات في أي منطقة ثانية بحاجة إلى Information Technology Engineer، يعني مهندس تقنية المعلومات، بحيث تكون تقلب كل المؤسسات بشكل أتمتة. هالأتمتة تؤدي إلى سهولة الوصول إلى المعلومات وسهولة تداول الورقيات بين مؤسسات الإدارة الذاتية، ويصير الشغل أفضل وأحسن. كمان طريقة حفظ المعلومات وسرية المعلومات وتشفير المعلومات كلها بياخدها بالسنة الثالثة والرابعة، بنعلمه الطريقة. بيضل القسم العملي عم نحاول نغطي له جميع المناهج، ولكن بعد السنة الرابعة بيصير بينتسب لبعض المؤسسات اللي إلى جامعة روجافا تعاون معها عن طريق قسم العلاقات، مشان ننمي عنده القسم العملي، ويقدر هو يشتغل بشكل يدوي بإيده، ويتم توظيفه من أجل تنمية هاي المؤسسات الإدارة الذاتية. حاليا في تسجيل للطلاب وإقبال كبير من الطلاب، حسب ما عم نشوف نحن الموظفين الموجودين بالمفاضلة، عم نشوف فيه إقبال، خاصة الاختصاصات العلمية بيصير إقبال عليها بحسب الطلاب اللي عم نشوف. كمان مشاريع التخرج اللي عم نشتغل عليها حاليا في مجال البرمجيات، في مجال الشبكات، وفي مجال الذكاء الاصطناعي والربط بيناتهم. مثل ما عم نشوف كمان بعد السنة الرابعة كمان في عندنا اختصاصات الماجستير، يقدر يكمل اختصاص الماجستير. الماجستير صار بالذكاء الاصطناعي، التقديم بيصير عن طريق رئاسة الجامعة، إشراف دكاترة، وبياخذ شهادة الماجستير. وفي إمكانية بعدها بسنة، يعني ممكن السنة الجاية يصير افتتاح إنه نقدر نحن نخرج شهادات الدكتوراه لحتى يقدر هو يدرس بجامعات الإدارة الذاتية.